ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا مي. الباتيه، بما ان الحاجة بقت غالية نار، فهنعمل النهاردة الباتيه في البيت، وهتبقى حاجتنا كلها نظيفة وبطريقة سهلة كده، وهيطلع معاكي مورق وزي اللي بره واحسن كمان. وبما اننا داخلين ان شاء الله ان شاء الله على المدارس، هو لسه بدري على المدارس بس هنخش على المدارس، هيطلع معاكي مورق جدا وحلو بطريقة سهلة جدا، وان شاء الله يعجبكم. هنحتاج كوباية لبن رايب، لو مش موجود اللبن الرايب عادي نحط لبن حليب بس يكون دافي، وكوباية مية دافية برضك، يعني كده حطينا كوباية حليب او كوباية لبن رايب وكوباية مية دافية، ومعلقة خميرة فورية تكون 10 جرام، وهنحط كمان معلقة سكر برضك 10 جرام، وهنقلب تقليبة كده ونبدأ نحط بقى بقية المكونات. وهنحتاج بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وهنقلب. وهنحتاج نص كوباية زيت، وهنحتاج 6 كوبايات دقيق. بالنسبة بقى للسوائل، يعني كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني، في دقيق ما بيحبش سوائل كتير وفي دقيق بيحب سوائل كتير، فاحنا حالا هنحط ال6 كوبايات دقيق. وهنشوف على حسب العجينة قوام العجينة معانا عامل ايه، لو لقيناها يعني ايه اسمها ايه دي، لينة شوية هنحط دقيق، ايوه هنحط معلقة معلقتين على حسب يعني قوام العجينة معانا. لو احتاجنا معلقة مثلا مية عادي بنحط. نفضل بقى نعجن لغاية ما ايدينا تبقى نظيفة خالص من العجينة، ومفيش دي كده عجينة ملزقة في ايدينا. وممكن نحط مثلا معلقة زيت عشان تنضف ايدينا كده، ايدينا تسلك من العجينة نحطها، ونحاول بقى نسلك ايدينا بقى، ونبدأ بقى نشيل ونفرد بقى على الرخامة. افضل اعجن لغاية ما قوام العجينة كده يبقى ناعم معانا وطري وحلو. هي اصلا ما شاء الله العجينة طالعة طرية وجميلة جدا، بس هنفضل نعجن حبة حلوين كده لغاية ما تبقى ناعمة معانا. وكده ما شاء الله العجينة معانا، شوفوا عاملة ازاي طرية كده وحلوة وحلوة ما شاء الله. هنبدأ بقى نحطها في البولة ونغطيها بستريتش. في الحر ده مش هتاخد معانا وقت كتير يعني ان هي تخمر يعني، لكن في الجو لو الجو ساقعة هتاخد معانا شوية حلوين. وكده بقى بعد ما خمرت هنبدأ نفرغ منها الهواء،
ونكورها قطع صغننة كده، ونشوف بقى هنفردها ازاي. هنحتاج بقى للتوريق نص كوباية زبدة، دلوقتي هندوبهم وبعدين هنحط عليهم نص كوباية زيت ونقلبهم كده، وهنشوف حالا هنورقها ازاي. ابدأ اجيب كورة كده ونحط تحتها دقيق وفوقها دقيق، ونبدأ بقى نفرد بقى، نقعد نفرد لغاية ما يبقى سمك العجينة رفيع خالص. بالنسبة بقى للنشابة الكبيرة دي انا ما بحبهاش، الصغيرة بتبقى سهل التحكم فيها يعني. نفضل نفرد لغاية ما تقولك خلاص ارحميني بقى، على قد ما نقدر كده. وابدأ بقى ادهن بقى خليط التوريق اللي احنا عملناه، اللي هو نص كوباية زبدة ونص كوباية زيت. الاول دوبنا الزبدة، وبعدين بعد ما دابت كده قمت حاطه نص كوباية زيت، وما نحطش الزيت على النار. تمام. نبدأ بقى بعد ما فردناها ودهنا كلها، نبدأ نتنيها نص وندهن تاني، وبعدين ندهن نحط طبقة النص ده. اكيد انتوا شايفين يعني، أنا مش عارفة اشرح، بس اكيد انتوا شايفين بقى. بصوا يعني الصورة تتكلم، هي انا مش هتكلم.
احنا بنحط اخر التانية اللي هو احنا بعد ما خلصنا بقى طبقناها فوق بعض بعد ما ورقناها بالزبدة، بنحط مثلا اللي هي الحلوة الناعمة يم تحت، اللي هي التانية اللي احنا اخر حتة تنيناها يم فوق، عشان هي ديت اللي بتبقى مثلا ايه مش مظبوطة، شكلها مش مظبوط. لكن التانية اللي هي الناعمة تحت عشان تبقى شكل الرول حلو كده وناعم ومش مقطع ومش مخرفش. وكده بقى خلصت الكمية كلها. نبدأ بقى ندهنها صفار بيضة ورشة قهوة سريعة الذوبان، ولو عندك لبن حطي معلقة لبن، ولو عندك مية عادي عندنا مية نحط معلقة المية مش هتفرق، بس هي هتطلعوا لونه جميل جدا صفار البيض مع القهوة. وندهنها دهنة حلوة كده ومن الجناب كمان عشان يبقى كل اللون لون واحد. وبعدين هنرش سمسم وحبة البركة وهنشوف حالا هنقطعها ازاي. بالنسبة للصاج انا كان في شوية زبدة من اللي هي اتفضلت من زبدة التوريق، دهنتهم في الصاج وبعدين حطيت الباتيه بتاعنا. وكده حالا بحط حبة البركة وهنحط السمسم وبس كده وهنقطع. الفرن بقى هنحطه على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، وهنشوف بقى ايه لغاية ما يبقى لونه احمر من تحت كده وحلو واستوى. هنشغله الشواية ياخد لون حلو من فوق كمان وبس كده. عندك الاداء بقى ديت اسمها سكرابر، دي بنجلس بها التورته، عندك موجودة نقطع بها برضو، التقطيع بيها سهل جدا. لو مش عندك عادي نقطع بالسكين. واحنا بنقطع نحاول نزق العجينة زقة كده واحنا بنقطع، نبعدهم عن بعض عشان كله يبقى واخد لون حلو ومفيش حتة بيضة وحتة حمرا يعني.
وكده بقى بعد ما الباتيه طلع وشكله جامد وريحته كانت فظيعة، كانت قلب البيت، والله العظيم كانت قلب البيت، وكانت ريحته جميلة جدا. فتحت لهم مخبز في البيت بقى. ما شاء الله طلع كمية حلوة خالص، يعني طلع كمية حلوة. وكده بقى الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون خفيف كده وحلو عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتعملوا لي شير مع اصحابكم، وقولوا لي كمان في الكومنت حابين ان انا اجرب ايه واعمل ايه تاني. يلا باي باي.